بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض تفريز الملوخيه باسهل واحسن طريقه، الطريقه المعتمده اللي مفيش بعدها ولا قبلها. تفريز الملوخيه، انا عملت الملوخيه لسه عاملاها بطريقه امهاتنا واجدادنا، اللي هي طريقه الملوخيه الناشفه. لسه كنت عاملاها من كام يوم ونزلتها لحضراتكم على اليوتيوب. ان شاء الله النهارده هنعمل بقى تفريز الملوخيه. هنحطها فين؟ في الفريزر. هتقعد معاكي طول السنه، طول السنه. وقت ما تحبي هتسحبي الكيس هتعملي منهم. حتى في رمضان هتعملي منهم، من اللي احنا هنفرزها دي. حتى لو انت يعني ما بتحبيش تنزلي السوق كتير، هاتيلك مثلا كيلو ملوخيه واعمليه على مدار الاسبوع بالطريقه دي برده، وحطيه في الفريزر. وقت ما تحتاجي هتسحبي الكيس. الطريقه دي يا جماعه حلوه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. انا عملت ايه؟ اول حاجه ان انا مسكت الملوخيه بتاعتي قرطفتها كلها كده زي ما حضراتكم شايفين بالطريقه دي. ما رضيتش بس اضيع وقت حضراتكم واقعد اقرطف قدامكم، لان هي اصلا الملوخيه بتاخد وقت في القرطفه وكده. والله عايز اقول لحضراتكم كنت بقرطفها واغسلها وانا واقفه، لله الحمد يعني. بس كله ده عاد عليا بالتعب ووجع الرجلين والكلام ده. اوعوا تعملوا الكلام اللي انا بقوله عليه ده. هتعملوا ايه؟ هتمسكي الحاجه تقعدي تقرطفي وانت قاعده في الارض. لازم تسيبي فيها حبه حلوين كده من دول، شايفه؟ لازم تسيبي فيها جذع من هنا كده، لان ده اللي بيديها الطعم الجميل. ده الحته دي بتديها طعم المسكر اهي، شايفه؟ اي الله اعظم وعزته ليك يا رب. رجعت لكم حبايبي، بس عشان ايه ما ينفعش اسيب الاذان يبقى شغال والاغاني شغاله. بصوا بقى هنيجي عاملين ايه. قلنا هنسيب منها الحاجات الصغننه دي اهي. كله ده بيديها تسكيره حلوه ويخلي طعمها ما شاء الله حلوه زي الفل. انا يا دوب بس قرطفتها، وتعالوا بقى بينا على الحوض نغسلها مع بعض. اهو بصوا بقى، جبت طبق كبير كده في الحوض زي ما حضراتكم شايفين كده. هنزل بشويه بشويه عشان الملوخيه لازم تتغسل غسله حلوه يا جماعه، عشان تبقوا عارفين الملوخيه من الحاجات اللي لازم تشطف شطفه كويسه. لو لقيتي فيها اي حاجه كده ولا كده ما تسيبيهاش، طلعيها على طول. لا ما فيش حاجه الحمد لله. افتحي كده واشطفي، وهتحطي في المصفى وهترجعي تغسلي تاني. هنغسل كده كام مره؟ هنغسل كده 3 4 مرات لحد ما تشوفي معاكي الملوخيه زي الفل اهي. كده غسله اهي. شايفين الميه عامله ازاي، معكره ازاي؟ شايفين الميه بتاع الملوخيه عامله ازاي؟ ده انا كمان عشان منفضه منها الطينه كويس جدا وانا بقرطفها. هننزل بس كده بشويه الملوخيه التانيين، نكمل بس كل الكميه، وبعد كده ايه نشطفها شطفتين 3 4 5 كمان 6 لحد ما معاكي الميه تبقى زي الفل اهي. نزلي بس الملوخيه كلها كده، اركني بقى الطبق ده كده وتعالوا ننزل كده بايدينا نرشيها مرش كده. اهم حاجه نظافه الحاجه يا جماعه. يا سلام بقى لو لقيتي كمان ورقه الملوخيه اكبر من دي واعرض من دي، بتبقى ما شاء الله ملوخيه حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لنا احلى لايك من ايديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقفل الميه ونشيل، وهكذا بقى هفضل اغسل فيها كده ايه 3 4 مرات 5 كمان 6 لحد ما بصوا الميه اللي قدام حضراتكم دي تروق خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا بنعمل الحاجات دي يا جماعه. اللي هيقولوا انتوا بتعملوا الحاجات دي من بدري ليه؟ لان الحاجات دي موسميه حبايبي، بعد كده مش هتلاقوها في السوق، ولو لقيتيها مش هتلاقيها بالطعم اللي احنا يعني واخدين عليه. شايفين الطينه نازله منها عامله ازاي؟ هتلاقي الملوخيه طعمها زي طعم السبانخ، الخبيزه. عارفه الخبيزه؟ هتلاقي طعمها زي طعم الخبيزه بالظبط. انزلي بقى كده بكل الملوخيه كمان مره، ونزلي كل اللي في المصفى واشطفي المصفى عشان اكيد لو فيها اي ترابه نازله من الملوخيه تنزل برده تاني. كل مره هكذا لحد ما اخلص كل الملوخيه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تعالوا بقى بصوا معانا هنا. دي الحاجه عملنا ايه؟ عملناش اي حاجه، حله فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه غير ان انا هعمل معلقه سكر، عصره ليمونه صغيره كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. عصره ليمونه صغيره وهرمي كده. اوعي تحطي ملح ليمون، اوعي تحطي كربونات اللي هي الكربونات بتاعتنا دي، البيكنج اسمها ايه بيقولوا عليها؟ بيكربونات الصوديوم. لا اسمها كربونات، ما تحطيهاش برضه. اسمعي كلامي، الحاجات دي كلها مش حلوه. المواد الحافظه هنا ايه؟ الليمون والسكر. معلقه سكر زي ما حضراتكم شفتوا كده،
وهتحطي عليها عصره ليمونه صغننه خالص كده زي ما شفتوا معايا. مش هعمل غير ايه، زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. هعمل ايه بقى؟ هنزل كده بالملوخيه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الميه غلت معانا وكل حاجه، بس اي حاجه تلاقيها وحشه زي كده استبعديها، حتى لو ما شفتهاش وانت بتغسليها وانت شفتيها كده وانت بتعمليها كده استبعديها خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. انزلي بكل الملوخيه بتاعتك كده. وهنجيب ايه بقى؟ هنجيب المقصوصه دلوقتي. انا عندي البوتاجاز غسلاه وزي الفل وكل حاجه زي الفل زي ما حضراتكم شايفين كده. حاجتي كده بتبات قشطه اللهم بارك، مفيش فيها غلطه. لازم كده تنامي وانت حاطه رجل على رجل كده وبالك رايق، تبقى غاسله بوتاجازك وغاسله مواعينك وكل حاجه. شايفين الخضار بقى؟ شايفين خضار الملوخيه بدات تخضر معانا وتبقى قمر ازاي كده؟ شايفين؟ ما شاء الله عليها، عسل، الله اكبر عليها اهو. شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله. بصي هتاخد قد ايه علشان يعني، بصي عدي على ايدك كده 15، من 1 ل 15 هتلاقيها بسم الله ما شاء الله كده خلاص يعني. بصي هتاخد يا دوب فوره واحده اهو. اي حاجه كده تشوفيها عينيها. انا شايف الحاجات دي فيها ليه يا شباب يا بنات يا ولاد، اي حاجه، هي كلمه الشباب دي ببقي معلش فبقولها كتير. الحاجات السوداء اللي انتوا حضراتكم شايفينها معايا دي، ليه؟ النور كان قاطع واضطريت اقطفها بسرعه عشان الحق افرزها مع حضراتكم عشان ما تقعدش اكتر من كده وشكلها يغير ولونها يغير والكلام ده كله. خلاص لازم تجيبي الحاجه طازه وتعمليها على طول مجرد ما تجيبيها اهي. سيبيها بس تاخد غلوه واحده بس كده اهي عشان تكون استوت معاكي، عشان ما تسودش منك وبعد كده ترجعي تقولي ام يوسف عملت الملوخيه وباظت مني. لا، هتقولوا لي يا ام يوسف انت بتحبي ايه في التفريزات؟ ما بحبش دي من بصوا من، عشان كده مش بجيب منها كميه يعني. دي مش اللي هي مش بحبها قوي. انا بحب اكتر حاجه، انا بعمل بس كام واحده كام كيس كده من دي عشان خاطر ابني ما بيرضاش ياكل الملوخيه الناشفه، لكن انا من عشاق الملوخيه الناشفه. انا والبيت كله ما عدا واحد من ولادي بس هو اللي ما بيرضاش ياكل الملوخيه الناشفه، فبضطر اجيب دي علشان خاطر ايه تسد معانا يعني. مش وحشه بس ايه، انا مش بحبها. انا بحب الملوخيه الناشفه. خلاص حبايبي، زي ما قلت لحضراتكم الملوخيه الناشفه في اي لحظه هتقومي تمسكي شويه الملوخيه اللي انت مكرماهم ومظبطاهم ومخليهم زي الفل، تيجي ايه على طول مسخنه شويه شوربه حلوين وتيجي بسرعه عاملاهم. تعالوا بقى هنا اهو، خلاص ما شاء الله عليها اهي. يلا نطلع بقى على ايه؟ على ميه ساقعه بتلج اهي. ميه ساقعه بتلج وتيجي شايله كده وعلى طول على الميه متلجه على طول. لازم تكون ميه ساقعه بتلج يا حبايبي. خلاص اهو تشيلي وتحطي كده على طول. المقصوصه بنت اللذينه دي معكساني بس يلا، هي المفروض تبقى حاجه اكبر شويه بس ما فيش غيرها بقى، بتاعه الزيت محطوطه في بتاعه الزيت يعني. شيلي كده بالراحه اهو وانزلي على طول في الميه الساقعه متلج. صفي كويس بس كده من الميه وانزلي على طول كده. خلاص حبايبي اهي. بسم الله ما شاء الله. شايفين لونها اصلا عامل ازاي؟ يعني عايزه اقول لحضراتكم اللون بتاعها الله اكبر فتح اكتر من انا كنت حاطاه من الاول. خليكوا كده معايا وهعمل بقى باقي الكميه كلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. كل سنه وحضراتكم طيبين. حطوا لنا احلى لايك من ايديكم. بس قبل اللايك صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الف صلاه عليك يا رسول الله. الف صلاه وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. هجيب واحده تانية نلم بيها مع بعضهم لان هي دي اصلا جابت لي عينه علقني اهي. يلا كده عشان نحط اللي بعده. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا رب يا رب ارزقنا كده يا رب ورمضان يجي بسرعه يا رب يا رب اللهم امين. احلى حاجه في الدنيا شهر رمضان. رمضان ده بصوا حاجه كده الله اكبر عليه. بيلم الحبايب، يجمع الحبايب وبيلم البيت كله على سفره واحده او طبليه واحده يعني. ما شاء الله يعني رمضان كل حاجه فيه حلوه، بيجيب كل حاجه حلوه معاه. نحط بقى كده الجزء الثاني ده. خلاص كده اهو كله كده على بعضه ونعد بقى ال1 ل 15. خلاص حبايبي 1 ل 15 هتبقى معاكي بسم الله ما شاء الله زي الفل. ليه؟ لان خلاص هي خدت الغلوه الاولانيه والميه دلوقتي ما شاء الله يعني غلت كويس. دي الحته اللي كانت هنا دي كانت بتاع الملوخيه الاولانيه. ادي
خدي بقى على ايدك من 1 ل15، اللهم بارك، ريحتها طالعه تحفه، كانك بتعملي فعلا ملوخيه، ويعني بتحضري طبق ملوخيه محترم. ان شاء الله نعمل مع بعض دلوقتي طبق ملوخيه محترم، وهنعمله من ايه؟ من شويه ميه عاديين جدا اهو. هسيبها بس تاخد غلوه واحده بس وارجع لحضراتكم. تعالوا بقى، خلاص خلصناها خالص اهي ان شاء الله عليها. وعلى طول اشتغلي فيها على طول، ما تسيبيهاش بقى وتقولي لا هقعد شويه كده وارجع اشتغل فيها، لا، على طول كده. واشتغلي فيها في الكبه على طول. ما عندكيش كبه يبقى في الخلاط يا ست الكل. وما تبصي بقى، ما تفضليش تضربي كتير ورا بعض عشان ما تبقاش ناعمه معاكي زياده عن اللزوم. الكبه بنعمل فيها ايه؟ بنعمل ضرب متقطع، هنحط بس نصهم والنص التاني بس لما عشان ما تبقاش كلها كتله فوق بعض كده. خلاص اهي نص كده اهي. ونمسح بقى كده ايدينا علشان الميه، ونمسك الكهرباء بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. تعالوا بقى نتكل على الله نضرب كده ضرب متقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لا تزودي ميه ولا تزودي حاجه، هي فيها ميتها فيها ما شاء الله عليها جميله. بصي هتضربي ضرب متقطع، خدي بالك كده. سامعه انا بعمل ايه كده اهو. تعالوا نبص عليها نشوفها اخبارها ايه. ما شاء الله عليها، ما شاء الله ما شاء الله. اديها ضربتين كده عشان تبقى عارفه كده معانا. الميه اللي هي فيها دي ملهاش علاقه خالص بالميه اللي انت هتحطيها في الاكل، في شويه الملوخيه اللي هتعمليهم او الشوربه اللي هتعملي بيها، ملهاش علاقه خالص. هنرجع نضرب تاني وننزلهم في طبق ان شاء الله، ونحط الكميه الباقيه. تعالوا بقى شوفوا بسم الله ما شاء الله. شايفه جمالها؟ شايفه الجمال بتاعها، والعرق اللي هي نازله بيه ده عامله ازاي؟ يا صلاه الزين يا ولاد، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. نازله بالعرق بتاعها. شايفين الجمال يا ولاد؟ حد يقول دي ملوخيه هتتفرز، ولا كانها اصلا دلوقتي مخروطه بالمخرطه؟ شايفين كانها مخروطه بالمخرطه. اللهم بارك، صلاه النبي عليها. نركنها بس كده عشان نكمل باقي اخواتها، ونرجع نحطهم كلهم على بعض، ونعمل منها دلوقتي احلى طبق ملوخيه. وكمان هنفرزها على طول في الفريزر. مجرد ما خلاص خلصي على طول في الفريزر حاجتك، ما تسيبيش حاجتك بره، الجو حر على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي وحطوا احلى لايك من ايديكم. المعلقه مش مساعداني يا حبايبي، علشان ما حدش يخش يقول لي القرف ده اللي انت بتعمليه بايديكي ده. المعلقه فعلا مش مساعداني خالص اهي. انا من غير كاميرا يعني انا بعمل بايدي كل حاجه. بس خلاص بقى انا عشان الناس اللي بتخش تتنمر وتفضل تنتقد عمال على بطال، مش عارفه عشان ايه. جبر الخواطر على الله يا حبايبي، الله يصلح حالكم وحالنا يا رب، اللهم امين. خلاص هركن بقى الحاجات دي وارجع نضرب دي مع بعض. شايفه انا بعمل ايه؟ بضرب تك كده ورا بعض. ما تخليش الكبه مستمره علشان ما تفتفتش زياده عن اللزوم. احنا عايزينها كانك بتخرطيها بالمخرطه بالظبط. بس كده كفايه قوي. يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. دي باقي الكميه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حبيبنا النبي. شايفين الجمال؟ شايفين حلاوتها؟ شايفين ايه العسل ده؟ ايه العسل ده بجد؟ ما شاء الله عليها، ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين؟ هنخش جوه الحله كده. شايفين القمر؟ الله اكبر عليكي، الله اكبر على جمالك. نجيب بقى الكيس عشان نعبيها. تعالوا بقى نعبيها بالكوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه جمالها؟ شايفه القوام بتاعها عامل ازاي؟ شايفه اللهم بارك. شايفه العرق اللي نازل منها؟ ايه رايك في العرق ده؟ نجيب كمان مره ونوري لحبايبنا. شايفين العرق ده؟ كأنها معموله بالمخرطه حالا من غير اي افتكاسات. اعملوا الطريقه بتاعتي دي يا جماعه، الطريقه تحفه يا جماعه بجد. انا شفت كتير عاملين بيحطوا لها كربونات وبيحطوا لها ملح ليمون. لا ما تعمليش كده بجد، الحاجات دي لا، بلاش. ملح الليمون ده بيخلي الحاجه طعمها غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. هتاخدي على قد استخدامك انت بقى. انا بقى كده حلوين قوي فل وعشرة. هجيب بس طبق كده احط فيه البتاع بتاعتنا القمر دي، الكوبايه اهي كده حبايبي اهو. رغم ان المفرش بتاعي كله شمعه منوره طول الوقت ايدي فيه، انا عشان تصويري طول النهار هنا فطول الوقت بغسل فيه. شايفين؟ اكيد شايفين ان شاء الله. شايفين؟ تعالوا اوريكم اهو. شايفين ببططها كده اهي؟ شايفه الجمال؟ شوفي انا اوريكي خضرها دلوقتي. وهمسك كده اطلع الهواء كله من فوق، وامسك كده واجي رابطه من فوق اهو.
سيبي لها مساحه شويه عشان احنا عايزين نفردها، مش عايزين تبقى مكلكعه معانا في الفريزر، عايزين نبططها اهي تبقى مبططه كده. تعالي بقى افرجك الجمال بتاعها وافرجك لونها. ايه رايك في اللون؟ ايه رايك في اللون الاخضريكو القمر ده؟ شايفه الحلاوه؟ اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله. هنقص دلوقتي الشنبوته بتاعتها دي دلوقتي، بس ما نكمل باقي الكميه بتاعتنا كلها هنحطها في الكوبايه كده ونيجي حاطين في الكيس، عشان طبعا الكوبايه بتسهل علينا. المج ده يا جماعه موجود في كل بيت بكل شكل، يعني هو نفس الحجم بس موجود في كل بيت، هو حجمه واحد على فكره، مش تبقوا عارفين يعني حاجه زي كده. بسم الله، نحط شويه تاني يعني مج وشويه صغنطاطين عشان يعملوا لنا كده طبقين حلوين ناكل منهم يومين. خلاص مش اوعي تقلبي لا تقولي لا كفايه طبق واحد في اليوم، لا يا ستي اعملي خلي العيال تاكل، لو فات طبق العيال تاكلوا كمان شويه، تاكلوا بشويه رز بشويه بحته لقمه كده حلوه بلدي مع مخللايه بتنجانه مخلله، بتبقى يا سلام يا سلام على الجميع. عسل كده عسل حاجه كده الله اكبر عليها، الله اكبر الله اكبر. اهو نكمل الكميه كلها وتيجي بقى نعمل حبه ملوخيه دلوقتي بشويه ميه. انا ما عنديش شوربه خالص دلوقتي غير في الفريزر، وانا نسيت خالص اطلع الكيس اللي هعمل منه الملوخيه. تعالوا هنعمل حبه ملوخيه بشويه ميه. بصي حاجه كده من الاخر، عايزه تحط لها مرقه دجاج حط لها، ما حدش هيقول لك ما تحطيش. بصي كل واحد براحته في اكله، اللي انت ماشيه عليه خليكي ماشيه عليه براحتك، الا اذا لقيتي في حاجه مش مستحبه وفيها ضرر ليكي ولولادك بلاها منها خالص. خلاص حبايبي، كل واحده بتسعى عشان تعمل الحلو كله لعيالها، بس ما يكونش فيه اي اضرار. اهم حاجه ما فيش اي اضرار على اي حد من البيت. خلاص تعالوا بقى نقص ده كده. انا كيستهم كلهم اهم، بس سبت الكوبايه دي عشان هعمل منها دلوقتي قدام حضراتكم شويه ملوخيه حلوين كده ناكل منهم بقى، نتغدى منهم احنا النهارده، يعني نعمل منهم طبق على الاقل، طبق حتى او طبقين، ممكن يطلعوا طبقين. اوعي ترمي الاكياس اللي هي طالعه دي، كل مره هقول لك اوعي ترمي الاكياس القمر دي. الاكياس دي هنعمل بيها ايه؟ بنحطها فواصل، بس نوطي شويه كده لوحدك، بحطها فواصل بين البانيه والكفته والحاجات اللي بفرزها في الفريزر يا حبايبي. خلاص اكياس زي الفل ما فيهاش اي حاجه حرام تترمي. انا بمسكها كده افردها واطبقها تاني كده واحطها في درج التربو اللي جنب الخزين، يعني بتاعت الحاجات بتاعتي وقت ما بحتاجهم طبعا في اي تفريزات بعملهم. خلاص انا حاطه بقى شويه ميه على عين البوتاجاز دلوقتي، بسخن شويه ميه حلوين دلوقتي عشان نعمل منهم طبق ملوخيه. طبق ملوخيه من القمر اللي احنا عاملينها دي، اللي هتقولك بتسودي معاكي، بتسودي ليه؟ انت ما بتمشيش على الخطوات صح. امشي على الخطوات صح، ومجرد ما تفرزيها وخلاص حطيتيها في اكياسها على الفريزر على طول، ما تسيبيهاش بره خالص، حطيها في الفريزر علشان ما تغيرش معاكي اللون. خلاص حبايبي انا بعمل بسرعه 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 زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان بس عشان الفيديو والتصوير. لولا كده انا كنت حاططها بقالي دلوقتي 5 6 دقايق في التلاجة. بس عايزه اقول لحضراتكم شايفين الجمال؟ شوفوا لونها عامل ازاي، الله اكبر عليها. ولا العرق هي جوه الكيس وعامله عرق ازاي، شايفه الجمال؟ ولا ريحتها؟ والله قلبت المطبخ، والله بجد قلبت ريحه المطبخ. تعالوا بقى الميه اهي، شايفين الميه ما فيهاش اي حاجه، وهننزل كده بالملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيبي بقى كده، شايفين الجمال؟ اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس تاخد لفه معانا بس عشان ايه؟ تتقل سنه. شايفين الجمال؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ ما تكتريش الميه، حطي على حبه قليلين، لقيتيها محتاجه تاني حطي لها كمان. شايفه دي ملوخيه دلوقتي يا جماعه متفرزه ولا مش متفرزه؟ شايفه جمالها؟ الله اكبر على جمالها. العين التانيه انا حاطه طبعا التومه بحته سمنه حلوه كده، حته سمنه بلدي هتديكي طعم حكايه، اللهم بارك. سيبي بس دي تغلي غلوه صغننه علشان طبعا زيها زي الملوخيه الخضراء بالظبط، دي زي الملوخيه اللي بتجيبيها من بره بتاع الشركات اللي بتجيبيها برقم كبير. خلاص اهي الطشه معانا اهي، الاثنين على عين البوتاجاز، دي على عين ودي على عين، ما بستناش دي تخلص وبعد كده طش، لا بعدين قال لي لا دي يا دوب دي تبقى خلاص تواجي طفيها بيها. خلاص حبايبي اهو زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لي احلى لايك للملوخيه القمر دي. تعالوا بصوا بقى هنا، خلاص هي بدات هتقول اهي. هنحط هنا حبه كزبره صغنطاطين كده قمر علشان هي خلاص اهي دي هي خدت الغلوه اهي. هطفيها دلوقتي بالتومه بتاعتها. شايفين ما شاء الله؟
اللهم صل على النبي. شايفه الجمال؟ الله اكبر عليها صلاه الزين يا ولاد. شايفه العرق؟ شايفه ملوخيه طبيعيه. تعالوا بقى بسرعه. بسم الله بسم الله. اهي. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. الله اكبر الله اكبر. شايفين الجمال؟ ايه رايكم في الحلويات دي؟ تعالوا بقى نحطها في الطبق القمر بتاعنا. خلاص كده خدت غلوتها المحترمه. تعالوا بقى على المطبخ نحطها في الطبق القمر بتاعنا. تعالوا شوفوا الملوخيه القمر وهي نازله. ايه رايكم في الجمال؟ شايفه العرق بتاعه وهي نازله عامله ازاي؟ ايه رايك في الحلويات دي؟ اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين عملت معانا طبق عملاق اللهم بارك. وكمان ده لسه فيه شويه كمان في الكزرون. خلاص وبكده حبايبي عملنا كل اي حاجه تخص الملوخيه النهارده وتفريز الملوخيه قلتها لكم بكل مصداقيه. وريحتها دي جايبه اخر الدنيا. ريحتها اللهم صل على النبي. ريحتها تحفه جدا يا جماعه. وطعمها كمان اللهم بارك عسل كده حاجه كده عسل. جربيها مش هتندمي ان شاء الله. بس زي ما قلت لحضراتكم انا ما بحبش الملوخيه دي. انا بعملها بس عشان خاطر ابني. انا ما بيحبش الملوخيه الناشفه. انا كم يوسف بعشق الملوخيه الناشفه وبعمل منها كميات كبيره. كنت من كام سنه كنت بعمل بال20 كيلو عشان كنت بوزع لحبايبي. خلاص بقى الصحه ما عادتش مش قادره. فالحمد لله بعمل دلوقتي على قد بس الاكل بتاع بيتي وخلاص. ولو حد من حبايبي برضو اللي كان بياخد مني قبل كده قصدني في شويه بديله عادي جدا من حاجه بيتي. وربنا بيزيد البركه في الحاجه اللي انت عاملاها على قد حاجه بيتك. مفيش مشكله خالص. اعملي ودي لحبايبك لو قادره ان شاء الله. ربنا يدينا الصحه يا رب ويديكم ويرزقنا كلنا الخير يا رب في بيوتنا ويجعل بيوتنا كلها دايما عمرنا بالخير. دعوه حلوه من قلبك لام يوسف اختك حبيبتك ولك بالمثل يا رب اللهم امين. ما تنسيش تصلي على سيدنا النبي في الكومنتات وترفعي لي كده الفيديو بالصلاه على الحبيب وتحطي لي لايك حلو من ايديك. كل سنه وانتم طيبين مع الف سلامه.